بجلد الذات. هم كل الفصائل اللي بتتحرك على الارض وكل البشاعه اللي بتتحرك على الارض وكل القتل اللي على الارض ده مين اللي عامله؟ هتقول لي ما هم احنا العرب بنعمل ده. لا، مين اللي عمل ده؟ مين اللي جاب الجماعات؟ مين اللي جاب الجماعات؟ تعالوا خلينا في اليمن. الحوثيين دول من الذي سمح لايران ان هي تعبس وتاخد دول وتمرنهم وتعمل لهم لغايه ما يعملوا اللي بيتعمل ده؟ مين اللي ما موافقه امريكا؟ هل كانت ايران تستطيع ان تدخل اليمن الا بموافقه امريكا؟ هل كانت ايران تستطيع ان تدخل الاسلحه بتاعتها بما فيها الصواريخ العابره للحدود الا بموافقه امريكا؟ هل كانت ايران تستطيع ان تدخل العراق وتفعل ما تفعل فيه الا بموافقه امريكا؟ هل كانت تستطيع ان تفعل ما فعلته في لبنان وتفعله في لبنان الا بموافقه امريكا؟ هل كانت تستطيع ان تدخل سوريا وتعمل اللي عملته الا بموافقه امريكا؟ ما هو ده جزء من المخطط. ما هو لما دي عايزين نبص بقى بنظره واسعه. عايز اقول للدكتوره حمده يعني عشان ما ننصرفش ان احنا اللي بيتعملوه الجماعه دول، ما هو دول زي وده يختلف ايه كتير يا دكتوره حمده عن الارهاب بتاع مسجد الروضه. يختلف ايه كتير، بس ده حاجه ودول حاجه. دول نوعيه تركيبه، ده نوع ايراني الصنع وده نوع الداعش الصنع. انما دولت في الايرانيين رايحين شغالين على المذهب الشيعي وخدوهم للاثنى عشر والكلام ده كله، وبرضه بيقتل باسم الدين وبيعمل خصومه. ولما قتل نفس بشريه اللي ربنا امر وحرم انها تتقتل كان فرحان بيقول الله اكبر وهو بيرميه في العربيه. نفس الحكايه حصلت هنا. الشباب اللي اتاخد ده ولعبوا في دماغه لغايه ما عملوا تكفير، انه مجرد كان هو ساب الشباب في كل حته، خد شباب من كل حته وكان بيجهزهم للربيع العربي اللي هي جماعات انا بتكلم على الجماعات التكفيريه الارهابيه اللي هم المتطرفين دول. هم انواع. النوع بتاع سوريا مش كده، اللي هي جماعات المعارضه المسلحه، دي حكايه ثانيه وتضحك يعني انه يقول لك معارضه مسلحه. يعني طب احنا المعارضه يعني ان انا ممكن اعارض حضرتك في راي براي وحوار بحوار، انما مش حضرتك تقول راي اروح طخك رصاصه. هي دي انما معارضه مسلحه دي اللي امريكا قررتها وخلاص بقى معارضه مسلحه. فاختلفت في سوريا عنها في مصر عنها في اليمن، وفي ليبيا موضوع ثالث خلاص. هم في ليبيا كان الاتحاد الاوروبي اللي هو عمل المجزره دي كلها وربنا يسامحهم واولهم فرنسا كانوا عايزين يعملوا دم بين القبائل ويسيبوهم. ده لو قعدوا 100 سنه هيقعدوا يضربوا بعض كده لما يموتوا بعض. ما نجيش نقول بقى هنا، لان انا لما باخد واحد عنده يعني تكفيري عقائدي متطرف دماغه رايحه شمال في حاجه، ده يبقى انا بحوله. هم كل اللي عملوه الامريكان والغرب ايه في حكايه الربيع العربي انه خدوا الولاد دولت بس حولوا المرتزقه بالفلوس، سابهم يغسلوا دماغه الاول ويودوه الوجهه المعينه عشان يشتغل بحكايه، بس حولوا المرتزقه عشان خاطر بقى قاتل محترف. بقى قاتل محترف. دولارات الكتيره خليته قاتل محترف. ده اللي شفناه في الروض. هل بقى دولت جزء مننا لا يمثلونا؟ لا يمثلونا كلنا. يعني اللي عملوه الحوثيين وهم يمنيين في الاصل لا يمثلوا كل اليمن، انما هو الجزء الضال في المساله والجزء المنحرف في المساله والجزء الشاذ في المساله. النهارده اللي عملوا المذبحه بتاعت مسجد الروضه هل هم دول يمثلوا المصريين؟ هل هنقعد احنا نأنب نفسينا كلام؟ لا. احنا بقى امتى بقى الاسقاط بتاعنا نتكلم الوحشيه دي كلها؟ لا نقولها يا دكتوره حمده لمن فعل ذلك. هم دول مين اللي سلحهم؟ مين اللي جاب لهم الصواريخ اللي بتعدي الحدود ديت؟ مين اللي اداهم السلاح؟ مين اللي اداهم الموافقه؟ مين اللي بيعالجهم؟ مش الغرب وامريكا؟ هم دولت اللي يجب ان احنا نقول ان هم دول احقر عباد الله وهم دولت السبب في كل اللي بيحصل. انما احنا لما هنقعد نحمل نفسينا كل حاجه هيبقى عندنا الافه دي وقادرين عليها وهنقطعها ان شاء الله، هنقطع جذورها باذن الله، هنقتلعها من جذورها ان شاء الله. انما من الذي فعل ذلك؟ هو ده السؤال. مين اللي عمل ده؟ مين اللي عمل الجماعات دي؟ مين اللي سلحها؟ مين اللي حولها كده؟ مين اللي بيخلقها؟ مين اللي بينقلها النهارده من حته لحته؟ مين اللي سمح لها بالخروج الامن في العراق وسمح لداعش بالخروج الامن في لبنان وسمح ايه يعني ايه خروج امن؟ دول انتوا بتقول ده انتوا عاملين تحالف عشان تضربوا داعش، فيوم ما تمسكوهم وتحاصروهم تعملوا لهم ممر امن وتخرجوهم عشان تبعتوهم عندنا. مش كده؟ هي دي الحكايه. فانا يعني على قد ما انا موافق الدكتوره حمده او الفكره على فكره الحقاره والفظاعه والبربريه والكلام الكل ده، بس انا عايز نتنبه لشيء عشان ما نتحولش على نفسنا
ونبتدي ان احنا نخجل من نفسنا، لان انا لا يعني انا مش بخجل ان اعرف ان ده كده، لا، مين اللي عملوا كده؟ طب وبعدين يا دكتوره، طب ما في اكتر من 20,000 واحد بنت وشاب من اوروبا كلها موجودين في داعش.